مباراه النهارده بالنسبه للزمالك مباراه قويه جدا. عايز يحسم المباراه من البدايه، وهيبقى الموضوع برضو في الاعتبار الخطفه الاولانيه في مباراه غزل المحله. يعني في اول 5 دقائق اول 7 دقائق غزل المحله نجح ان هو يحرز هدف، واضاع فرصه كانت مؤكده لاحراز هدف كمان تاني. فهي دي النقاط اللي بيلعب عليها نادي الزمالك، ودي النقاط اللي بيلعب عليها نادي سموحه. النهارده هيحاول نادي الزمالك ان هو يصل على اطراف الملعب، ويبقى فيه كرات كتير جدا لاحمد جعفر. احنا قلنا المباراه اللي فاتت كانت شوبير، احمد جعفر دي المنطقه بتاعته اللي هي الكرات العرضيه. يمكن اول ما نزل اضاع الكره وسجل وقدر ان هو يحرز هدف من الكرات العرضيه. فاستغلال نادي الزمالك للكرات العرضيه اعتقد النهارده هيبقى عامل مؤثر كبير جدا في المباراه. استاذ فتحي، دايما بسمع كلمه الاندفاع الهجومي، ولما بسترجع بالذاكره بشوف بالفعل الزمالك اندفع هجوميا في بدايه مباراه المحله فمني مرماه بهدف، دفع هجومي في بدايه الشوط الثاني في مباراه طلائع الجيش مني مرماه بهدف، مع الانتاج الحربي نفس الامر. واذا وضعنا في الاعتبار انه فريق الحقيقه سموحه النهارده عنده محسن هنداوي بيجيد الضربات الثابته اجاده غير عاديه، فهل من الممكن انه فريق سموحه اولا يستغل هذا الاندفاع الهجومي للزمالك، ولا زي ما قال الكابتن عامر الاثنين الديفندر برضو عليهم العامل الاكبر النهارده في ربط وسط الملعب بالهجوم بالدفاع؟ نمره 2، هل هتكون هناك تعليق كابتن حسن شحاته للاعبين بعدم خلق او ارتكاب اخطاء على حدود منطقه الجزاء، لانها ممكن تخلي الكفتين متساويتين حتى لو الزمالك مسيطر على المباراه معظم الوقت؟ كلام هايل. الزمالك عنده اندفاع مع صربعه، ده اللي بيخلي الفرص. بقالي كتير ما سمعتش حاجات. هديلك مش فورمه. لا مش لسه ما دخلناش. لا لسه كابتن عامر مش فورمه. بس لما يفطر الكابتن محمد هو عامر ماله لما يفطر انت اللي هتفوق. معلش بس عشان يسخن بس عايزين نبوظ الدنيا. طيب اتفضل. المشكله اللي عند الزمالك دي مشكله موجوده يعني من بدايه هذا الموسم والموسم الماضي. في فرق بين ان انا اندفع هجوميا وفي نفس الوقت لاعبي الارتكاز يقوموا واجيبهم صح، يبقى المساله هتمشي مظبوط. لكن لما اندفع وانا متصربع يبقى انا في نوع من الارتباك وعدم التركيز وضياع الفرص، وبالتالي قله الخطوره. اعتقد انه بمرور الوقت ينبغي للجهاز الفني للزمالك ان يدرك هذا الخطا الموجود عنده، ان يدرك ايضا